يا أبا ذر، يا سلمان، يا عمار، هل أنفذ جيش أسامة؟ لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. انفذوا جيش أسامة لقتال الروم. انفذوا جيش أسامة. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. يا رسول الله، إنك تصر على إنفاذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم. يا أبا ذر، إني أوشكت أن أدعى فأجيب، وأخشى إن بقي هؤلاء القوم في المدينة أن يحدثوا بعدي أمرا ويجتمعوا على نكث بيعة أمر الله أن تعقد، وهي بيعة علي بن أبي طالب، وينكرون وصيتي فترجع الناس بعد إيمانهم كفارا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب منكم على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. يا رسول الله، لقد أخذت منه البيعة لعلي في حياتك يوم غديركم، فهل هم ناكروها؟ يا عمار، رحم الله أبويك قتلا في سبيل الإسلام، وسوف تقتلك الفئة الباغية التي تنكر وصيتي. يا عمار، لو سلك علي واديا وسلك سائر الناس واديا، فاسلك وادي علي بن أبي طالب، لأن عليا مع الحق، والحق مع علي، ودوه معه حيثما دار. يا نبي الرحمة وشفيع الأمة، لقد أنفذ جيش أسامة، وما النصر إلا من عند الله. يا سلمان، خوفي من أن يتخلف القوم عن جيش أسامة ويحدثوا حدثا ألا لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عن جيش عمر نقول إننا سادة مكة، كيف يقودنا شاب عمره 17 سنة؟ أجل نعم الرأي رأيك. أنا يا أبا الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي دعاكم للتخلف عن جيش أسامة بن زيد؟ ألم آمركم بالالتحاق بجيش أسامة؟ يا رسول الله، كيف يقودنا غلام له من العمر 17 سنة، وفينا أبو بكر وعثمان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. يا ابن الخطاب، إنه نعم القائد، ولعمري كان أبوه نعم القائد، ثم لو كانت القيادة بالعمر لكان أبو لهب وأمثاله أحق مني بالنبوة، ولكن
ولكنكم رجعتم تريدون الفتنة، والفتنة نائمة مع الله من أيقظها. يا بدر، يا سلمان، يا عمار، آتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. لا 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 تعطوه الكتاب، إن الرجل ليهجر. حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. ويحك، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يريد إلا أن يكتب الأمر من بعده لعلي كما صرح يوم الغدير. لا 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 تعطوه، إنه ليهجر. قوموا واخرجوا، كيف تعلون صوتكم أمامي وقد نهاكم الله عن ذلك؟ قوموا اخرجوا. لله أشكوكم، ألا لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. يا نبي الله، هل تأذن لنا بالانصراف؟ اذهبوا يا أصحابي، أنتم نعم الأصحاب، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة. وداعا يا رسول الله، وداعا يا رسول الله. السلام عليك يا أبتي يا رسول الله. بيك يا فاطمة الزهراء البتول، يا بنيتي وبضعتي، كيف أمسيت عافاك الله؟ يا أبا، كيف أمسي وأنت علينا؟ سيفا، واحفظ بيضة الإسلام لئلا يرتد الناس عن لا إله إلا الله. ولقد قاتلت على تنزيل القرآن، وستقاتل على تأويله، والناكثين والقاسطين والمارقين. واصبر يا أبا الحسن، إن الله مع الصابرين. وأوصيك بفاطمة خيرا، إنها أمانتي وبضعتي ريحانتي، من آذاها فقد آذاني، ومن رد عليها فقد رد علي. إن الله ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. السمع والطاعة يا رسول الله، والله لأقرنك في فاطمة عينا. الوالد يا حلاته ونسد البيت، ايش يسوى البيت لو ما شخص موجود ابوي. الوالد يا حلاته ونسد البيت، ايش يسوى البيت لو ما شخص موجود ابوي. تعالوا عمو تعالوا انا ظل يصير كل عيب يراد، وبعد شخص ابوش يجيب العود. بوي هم نرجع بعد لو هاي بس هاي، وبعد للدار لا ما عاد رقود. انا عاشرنا الحزن لما فقدنا، وخاوينا الليالي السود بالسود.
انا كلش حيل صعب فارقنا، كلش حيل صعب فارقنا، يا ثار الوالد الكل يوم مريض بوي. شخصك يظل طول العمر منساه، وعلى ايام عمرك كل شنود يا ابوي. اخ 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 شعب الغاب وابعد، شعب الغاب وابعد، وعليه العين تجري دموم على الخد، يا خلال جرحات يمشي تعال هيك اطلع على فراق الأمور، يا فراق الأمور يا يوم الأسود. شالوا هلو يزنون يا أبوي، أنا حنين على الأبو بنيت حنينه، يا أبويا سنين وحمانك رمينا تخلينا وتشيل شلون بينا، تخلينا تخلينا وتشيل شلون بينا، شلت عنا يا ابويا وما تجينا. ضيت خلقها عليك بنتك، تبكي على القبر دموع تلتك، تحضرني يا ابويا اليوم، تحضرني يا ابويا اليوم، ردك ميت وياك كل ما تركتك. بعد ذلك مولاتنا الزهراء روحي لها الفداء، طلبت من امير المؤمنين عليه السلام ان تزور قبر ابيها رسول الله، ومعها الحسن والحسين وزينب. عندما وصلت الى قبر ابيها رمت بنفسها يا ابويا، وانا باي يمشي احسن العقل مني يا ابويا، وانا باي يمشي احسن العقل مني، وانا باي وقلت اعتب على وقتي يا ابويا، وانا باي يا انتهت الناس موجوده يا ابويا، وانا ابوي جفاني وبعد ما يرجع علي يا ابويا. الله بعد مولاتي شو نقول بالله. الدار عن الوالد اصبحت مقبره بحق الاولاد. بعد الله ابويا عقبك يا ابويا الدار تاهت، وبنتك من رحت عيب استراحت، وليالي الفرح بنا بعيد شاهت، انا
حزن الجمال راحت الله بعد مولاتي ما قلت بالتضيع بعدي ما قلت بالتضيع بعدي ويا شرف لنا يا بدر سعد يا ويا حلت الابو بالبيت ويا محلاه بالبيت الابو كشكلان موجود بالبيت وبعدما توفي النبي محمد صلى الله عليه وآله يوم الاثنين 28 من صفر سنة 11 للهجرة عن عمر يناهز 63 فصلى عليه أمير المؤمنين ثم صلى عليه الناس فرادا بلا إمام ودفنه في حجرته حيث قبره اليوم. واجتمع القوم في سقيفة بني ساعدة وبايعه نفر منهم وبايع قسم من المسلمين أبو بكر مشورة من عمر والناس مشغولون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يدفن بعد ولم يبايع سائر بنو هاشم والعباس بن عبد المطلب وأبناءه وعمار والمقداد وأبو ذر وسلمان ورافع ومالك الأشتر وبعض عشائر العرب وزعمائها ومنهم مالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد وزنى بزوجته وهتك عرضه وعشيرته لأن رفض بيعة أبو بكر وثبت على بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وفاطمة جليسة دارها تنعى أباها ثم طلبوا من علي عليه السلام أن تنعى أباها خارج المدينة فبنى لها أمير المؤمنين بيتا وسمي بيت الأحزان كانت تتخذه للبكاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا رسول الله ما أسرع أن نكث أمرك ونسي أهلك بئس ما فعل القوم تركوك مسجى وذهبوا يقتتلون على الدنيا ويذكرون كما تنكر الثعالب ويلدغون كما تلدغ الأفعى. لا أراهم الله شفاعتك ولا سقاهم الله بكأسك ويدك. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. يا فاطمة بلغني إن نفرا من بني هاشم ومن لحق بهم من الناس المتخلفين عن بيعة أبي بكر يجتمعون على علي في
ماذا تريد؟ إن الخليفة أبو بكر يدعوك ويأمرك بالبيعة. ويحك قاتلك الله، نحن أهل البيت كالكعبة، تؤتى ولا تأتي. سرعان ما كذبتم على رسول الله. إن أبو بكر ومن معه يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله مات ولم يستخلف غيري على هذه الأمة المرحومة. اذهب اذهب يا قنفذ، لا بارك الله فيك. يا أبا حفص، إن علي يرفض المجيء ويقول نحن كالكعبة تؤتى ولا تأتي، ويقول أن النبي لم يستخلف غيري. يا أبا بكر، ارسل له مرة أخرى حتى لا يخرج الأمر من أيدينا. حسنا، ارسل له يا عمر. انفذ. بلى يا مولاي. اذهب له مرة أخرى وادعوه وهدده. أمرك يا مولاي. يا علي، يا علي. ماذا تريد؟ ألم تأت قبل قليل وصرفتك عن بابي؟ ماذا تريد؟ يا علي، أمضي واجب دعوة خليفة رسول الله. خليفة رسول الله؟ وهل استخلف رسول الله غيري؟ لقد ادعى ما ليس له. اذهب يا قنفذ وقل لهم جميعا ما نسيتم بيعة الغدير. ما أقرب اليوم من البارحة. ألم تبايعاني أمام الملأ؟ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ومن ينكث إنما ينكث على نفسه. انصرف انصرف، لئن رجعت لمثلها فلا تلومن إلا نفسك. سيدي عمر، لقد رفض علي المجيء ويقول ما أقرب اليوم من البارحة. أنسيتم بيعة الغدير؟ يا عبد الرحمن، يا أبا حفص، يا خالد، يا قوم، اذهب نأتي به إلى المسجد ليبايع رغما على منفه. اذهبوا يا أصحاب رسول الله. يا علي، يا علي، امتنعت عن بيعة الخليفة وتريد أن
تعالي صحت بصوت يا فضة تعالي محسن وقعوا يا حال حالي يمي يا فضة يمي اطفالي 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 شوفتهم ردت قبل المنية انا معوم وصحبتي وليش الدهر ما رحم بي نعم على الشبان عيني ما لامت الزهرة من وجهها ولا بتلبس معرب بلحها محظومة ويهمل ذبحها لا حال زمان لا نصف وياي لا حال زعامة بالقلب يا ناس لا حال لا حال يومك يلزك يا ريت ريت لا حال لا حال من ترحين انا شلون بي هاي ام المحنة وبيا شوافيها الجنة يقول ربنا تحت رجليها يا شالت حملنا وما شكت فد يوم تقابر للعظم ما بين عينيه زهرة يما يفلش الصخرة وما تقول حا وحمل الضيم دنيانا وبلاويها امي الكبرتنا بتعب وبضيم يا ابوي امي الكبرتنا بتعب وبضيم غاطين فضله وبيجا جازيه اتبع الهدى يا أبا بكر لولا كتاب من الله ووصية من رسول الله لما تجرأتم أنت وهذا الديلم بن الخطاب على دخول داري فما أجرأكم على الله وعلى رسول الله يا معشر المهاجرين والأنصار ألم تبايعونني يوم الغدير يوم قال لي سيد الكائنات محمد من كنت مولاه فهذا علي المولى فاتقوا الله لعلكم ترحمون يا علي لقد مات رسول الله ولم يوصي كذبت يا أبا بكر كذبت وما أجرأك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يوص فقد مات ميتة جاهلية فهل تراه يأمرنا بالوصية ولم يطبقها على نفسه لا ورب الكعبة إنه أول الفاعلين يا علي إن الحكم شورى وبايعتني هذه الأمة إذن هل بايعك العباس بن عبد المطلب وهل بايعك بنو هاشم وأين مالك بن نويرة وأين قيس بن سعد وأين الصحابة الأوائل حواري رسول الله وأين سائر العرب يا أبا بكر الذي فلق الحبة وبرع النسمة لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساخط على أمته ما خلا الشيعة مات وهو راض عنهم ألست أخا رسول الله وابن عمه وصهره وصنوه وكاشف الكرب عن وجهه من قتل عمر بن عبد ود العامري من قتل الحارث من قتل مرحب من فارس بدر وحنين من صاحب البيعتين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أجرأكم على الله ورسوله ما أجرأكم على الله ورسوله أبا بكر يا أبا بكر اجبره على البيعة ويحك يا
الخطاب، ويحك يا ابن الخطاب، تجبرني على أن أعصي ربي، والله ما عصيته مذ عرفته. فضة يا فضة، أين سيدك يا علي؟ أين سيدك يا فضة؟ سيدتي بمودتنا واتباعنا والتمسك بنا، هذا جزاء رسول الله. ما هذا خذي. قنفذ اسكت، حاول اوحها بصوتك. هيا يا ابويا امر على عبده ضربني، امر على عبده ضربني، ومن ضربته للقاع ذبني، الى انكسر قلبي ولا رحمني. يا ابويا انا ابن الويتم بالجنة على عبد اللعين امر، شيل الصوت واضرب والوديعة فوق القاع خلوني صريع يا ابويا، يقل على الوجه اصفع لفاطين، ويا ناس اشرار ما بيهم وادين بويا، مو يخيرهم لبن الملعون ظالم. انا شفيت على امر الله وسمون يا ابويا، صفحة على الوجه للقاع طاحت، الحق لي يا ابويا اليوم صاحت، الحق لي ابويا اليوم صاحت، عيني يا ابو راهلي ما راحت ابويا. يا فضة ساعديني على القيام، ساعديني يا فضة. يا الله يا أبي يا محمود أدركني. يا قوم إن لم تخلوا عن ابن عمي لأكشفن عن رأسي
الكشف والنقد إلى الله. السلام عليكم. وعليك السلام يا عم رسول الله. وعليك السلام. وعليك السلام يا عماه يا عباس. ألا ترى ماذا فعل القوم بنا نحن أهل البيت؟ ألا ترى؟ يا أبا بكر اطلق علي الآن. هيا هيا يا أبا الحسن. تبا تبا لو اننا قتلناه واستحنا. وماذا نقول للعرب يا ابا بكر؟ فدى فدى فلنخفض فدى ان مواردها تكفي جمع جيش لا طاقه لنا به، فان بقيت بيد علي وفاطمه جهزا جيشا فلنخفض فدك. فلنخفض فدك يا ابا بكر. صدق صدق ونكذب على رسول الله. انه قال ونحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. احسن اذا هيا لنأمر بطرد عمال فاطمه من فدك. هيا